السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحكومة الألمانية تروج للسيارة الكهربائية بحزمة حوافز. رغبة في تحفيز المواطنين لشراء السيارات الكهربائية، تريد الحكومة الاتحادية توفير حوافز مالية عند الشراء، كذلك إطالة فترة الإعفاء من الضرائب حسب مشروع القانون الذي عرضه وزير المالية الألماني. وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء 18 مايو أيار على منح المستهلكين حوافز بقيمة 4000 يورو عند شرائهم سيارات كهربائية خالصة. ومن يقرر شراء سيارة هجينة فيمكنه الحصول على حوافز بقيمة 3000 يورو. وتبلغ تكلفة برنامج الدعم الذي تتقاسم أعباؤه الحكومة الاتحادية وشركات صناعة السيارات 1,200,000 يورو. ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث طفرة في استخدام السيارات الكهربائية بألمانيا. ويمكن التقدم بطلبات إلكترونية للحصول على هذه الحوافز لدى المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات خلال فترة قصيرة. ولن يتم تجديد برنامج الدعم بمجرد نفاذ الأموال المخصصة للحوافز. ومن المتوقع انتهاء هذا البرنامج في 30 حزيران يونيو عام 2019، كما يعتزم وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبله إعفاء مشتري السيارات الكهربائية من ضرائب المركبات لمدة 10 أعوام بدلا من 5 أعوام. كما تمول الدولة إنشاء 15,000 محطة شحن كهربائية بقيمة 300 مليون يورو.